السلام عليكم. اليوم في شيبة المولد ان شاء الله راح نستعمل الديول اللي كانت سبق وجهزناهم، لكن اليوم راح ندير فيهم حبه تاع بيض مقليه في الوسط على شكل مثلث، يعني باش نلبي طلب بعض الاخوات. واش راح نحتاج الديول اللي سبق وجهزناهم، ها هما كانوا في الثلاجه كيما انا هادو جهزتهم البارح. اليوم يعني مازالهم شابين، ها هم البيض، حبات تاع العظمات على حسب افراد العائله شحال راكي حابه ديري. انا حندير فيهم الفرomاج بورسيون، الملح وفلفل الكحل، والزيت راهي تسخن. واش راح ندير؟ راح نحكم الديول، ورقه تاع الديول بهذه الطريقه، نحطها في طبسي في الوسط، نحكم حبه تاع البيض نفقسها في الوسط كما رانا نشوفوا، نزيد لها حبه تاع الفرماج نقطعها مرصوات صغار، بهذه الطريقه. اذا نديرلها شويه الملح وشويه تاع الفلفل الاسود، نطبقها على 4 بهذه الطريقه يخرجون على شكل مثلثات. الان ندوزو لعمليه القلي باش تشوفوا معايا واش راح ندير. هنا الزيت راهي تسخن، راح نقليها بسم الله، والنار ما تكونش قويه باش البيضه راح تطيب لنا في الوسط كما رانا نشوفوا. ونسقمها بالفرشيطه بهذه الطريقه كما قلت لكم، النار تكون قليله باش البيضه لداخل راح تطيب لنا وما تبقى لناش خضره. النار متوسطه، اذا هنا راهي حمارت، راح نقلبها الوجه الاخر نقليها مليح. كما قلت لكم دائما النار تكون متوسطه، يعني قريبه قليله، ما تقولهاش بزاف، لانه الا كانت النار قويه الديول راح تحمر لك، لكن البيضه راح تبقى خضراء. نخلوهم يطيبوا مليح، راح نكمل 4 حبات ونلتقي مع بعض ان شاء الله في طبق التقديم. اذا ها هو البريك تاعي تاع البيض بعد ما قليته. انا قدمته مع سلطه تاع الخس، طماطيش، زيتون اسود، والقارص بطبيعه الحال، اي شيء يكون مقلي نقدموه مع القارص، يعني كمقبله روعه في رمضان، خاصه اللي يحبوا الديول والبيض راح تعجبهم بالبزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه. الان واش راح ندير؟ راح نقسم لكم حبه على 2 باش تشوفوها من داخل. كاين بعض الاخوات يقولوا لي بالليل يعني البيض ما يطيبلهمش من الداخل، راح نشوفوا مع بعض. بسم الله. يعني الطريقه الصحيحه هي انك تقليهم، النار تكون متوسطه ما تكونش قويه كما رانا نشوفوا. ها هو البريك تاعي، ها هو طايب من الداخل، شوفوا الفرماج راه ذايب كما رانا نشوفوا. ها هو الورقه مقرمشه، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا ها هي الكيفيه تاعنا واجده. كما دائما نوصيكم، الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد.